في قاعدة عسكرية في وسط الصحراء الأمريكية محدش يعرف عنها كتير وممنوع دخولها، وكمان ممنوع تطير فوقها، وكمان ممنوع تسأل عنها، واسمها المنطقة 51. وسألنا النهاردة هما بيخبوا ايه هناك؟ المنطقة 51 رسميا هي مجرد قاعدة اختبار تابع للقوات الجوية الأمريكية، يعني بيتمرن فيها الطيارات التجسس، طيار من غير طيار وطيارات عسكرية معقدة. بس في الواقع في شوية ناس كتير يعني شايفين ان دي مش مجرد قاعدة، ده معمل فضائي، مكان محبوس فيه كائنات من كواكب تانية، الطبق الطاير والتكنولوجيا اللي احنا عمرنا ما سمعنا عنها. يعني من الاخر كده نتفليكس جوه القاعدة. المنطقة 51 تأسست سنة 1955 في صحراء اسمها جورم لاكي، وكان الهدف منها اختبار الطيارات التجسس خصوصا في وقت الحرب الباردة. اشهر طياره اتجربت هناك اليو-2، الطياره كانت بتطير من فوق روسيا عشان تتجسس عليهم ومحدش يعرف يوقعها. بس الطياره ديت كانت بتطير على ارتفاع عالي جدا، يعني اي حد كان بيشوفها في السماء كان بيفتكرها طبق طاير. في سنه 1747 قبل ما تتبني المنطقه 51 اصلا حصلت حادثه اسمها حادثه روزويل، الطبق الطائر اتحطم والحكومه قالت ان ديت بالون ارصاد جويه، بس الناس ما اقتنعتش، ومن هنا نظريات المؤامره اشتغلت. ايوه يا باشا، ده طبق فضائي بجد، في كائنات فضائيه ميته جوه الثلاجه، دول اكيد بيعملوا عليهم تجارب علميه. ومن ساعتها الناس بدات تربط ما بين روزويل والمنطقه 51، يعني لو في اي حاجه غريبه حصلت اكيد بيدوروا جوه المنطقه دي. بس الغريب بقى ان الحكومه الامريكيه فضلت ساكته تماما عن وجود القاعده ديت لحد سنه 2013، يعني كانهم بيقولوا مفيش حاجه اسمها المنطقه 51، انتوا بتتخيلوا، اتفرجوا على افلام خيال علمي او اسكتوا. لكن بعد وثائق استخباريه اتسربت الحكومه اضطرت تعترف وقالوا يا جماعه عندنا قاعده اسمها كده بس ما فيهاش اي كائنات فضائيه. سنه 2019 واحد عمل دعابه على الفيسبوك والشخص قال في البوست يلا يا جماعه نقتحم المنطقه 51 ونشوف الفضائيين اللي جواها. نص مليون شخص عملوا مشاركه، والاغرب ان الالاف فعلا راحوا، عملوا مهرجان موسيقي، ناس لابسه لبس فضائيين، بس ما حدش عارف يدخل طبعا لانك لو قربت الجيش نفسه هيقابلك. ولحد دلوقتي ما حدش يعرف 100% ايه اللي جوه، بس اللي نعرفه ان القاعده شغاله لحد النهارده وتطور فيها الطيارات والتكنولوجيا العسكرية، هي واحدة من أكتر الأماكن تأمينا على وجه الأرض. بس تفتكر هل فعلا في كائنات فضائية ولا هم خبوهم في الدور الثاني؟ ولا يمكن أصلا إحنا كائنات فضائية ونسينا؟ سواء كنت مؤمن بنظريات المؤامرة أو شايفها خيال علمي، هتفضل المنطقة 51 أكتر الأماكن غموضا على وجه الأرض. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك واكتب لي في الكومنتات لو دخلت المنطقة 51 أول حاجة هتعملها إيه؟ أنا عمرو وباخدكم في رحلة ما بين الماضي والعجيب. سلام.